اعتبرت أشهر الصحف البرازيلية أن هزيمة منتخب سيليساو أمام المنتخب المغربي بحصة هدفين لواحد في المباراة الودية التي جرت أطوارها أمس السبت على أرضية الملعب الكبير بمدينة طنجة. لم تكن مفاجأة بالنظر إلى ما قدمه أصحاب الدار، ومن منطلق اعتماد منتخب بلادها على بعض اللاعبين الشباب. ووصفت صحيفة جي جلوبو أن أداء البرازيل كان دون المستوى ولا يليق بمنتخب مصنف هو الأول عالميا، مبرزة أن المدرب رامون مينيزيس يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الخسارة. وأعطت الصحيفة تقييما سيئا لجل اللاعبين كونهم لم يظهروا بالصورة الجيدة، وأكدت أنه يجب تدارك الموقف قريبا والعودة إلى الظهور بالوجه المعتاد على سيليساو في المباريات القادمة. وعن خيارات المدرب، قال المنبر الإعلامي ذاته إنه من الممكن التشكيك في بعض الخيارات بالاختباء وراء إقحام لاعبين شباب، إلا أن الشوط الأول كان جد سيء أمام منتخب مغربي قوي ومتماسك في جميع الخطوط. وانتقدت الصحيفة أيضا أداء المهاجم رودريغو سيلفا دوغوس لاعب ريال مدريد، وأكدت أنه لا يصلح للعب كصانع ألعاب والارتداء رقم 10 الخاص بالنجم نيمار، مشيدة في الوقت ذاته بالعميد كازيميرو لاعب مانشستر يونايتد الذي تحمل عبء المباراة بشكل كبير بسبب تراجع مستوى الفريق ككل. وكان المنتخب المغربي الأول لكرة القدم قد كتب التاريخ مجددا بالفوز على المصنف الأول عالميا كأول بلد عربي يحقق الفوز على البرازيل في تاريخ كرة القدم العالمية.